لم يكن لدى الدولة إرادة تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن وقد آلت الدولة إلى شعب مصر الآن. عايز شريعة إسلامية ينتخب اللي هيطبقوها، مش عايز شريعة إسلامية يروح ينتخب أجانب ولا حد هندوس ولا أي حد. أن يريد الشعب المصري، أن يريد رجل القانون في مصر تطبيق الشريعة الإسلامية، ده هي دي الأغلبية. وهناك جهات عديدة قانونية ومؤتمرات عقدت لوضع نصوص قانونية أو اقتراح تعديلات قانونية مصر. يعني ده أمل لشعب مصر يا جماعة. كل ما كانش بيتعمل قبل كده في ظل هذا النص، لأن الدولة اللي موجودة لا كانت تمثلنا ولا نعرفها ولا عايزة تطبق الشريعة الإسلامية. هم لو بيطبقوا الشريعة الإسلامية كانوا سرقوا البلد. يعني ما ينفعش. يعني هيا بنا نعد دستور مصر بغير هذا القلق. هيا نعد دستور مصر ونحن نفترض أن شعب مصر سيحسن الاختيار بإذن الله.